السلام عليكم. بإذن الله أفكار النهاردة تنفع مشاريع، تنفع توزيعات، تنفع هدايا للكبار للصغار، حاجة كده تحفة وسهلة وبسيطة. تعالوا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هاحتاج إيه في الفكرة بتاعتي؟ عندي ورقة من الفوم وعندي بلاستيك شفاف، دول اللي أنا تقريبا كده محتاجاهم في فكرتي. أساس بقى الفكرة بتاعتنا اللي هو الباترون، عندي مستطيل بمقاس 5 سنتي في 10 سنتي، سبت مسافات نص سنتي من كل جنب فوق وتحت، وقسمت ال9 سنتي اللي في النص دولت بالنص بالظبط، ورسمت برضو عمود في النص ال9 سنتي بمقاس نص سنتي كمان. حلو كده. جبت عندي هنا دلوقتي ورقة الفوم، وهاخد معايا الباترون. انا لما بعمل الباترون بيساعدني ان انا اعمل كذا واحد او كذا فكرة يعني، ان هي تكون سهل وسريع بالنسبة لي، مش كل مرة هقعد ارسم باترون جديد على الفوم، فبيخلي لي الحاجة تطلع معايا بمقاس واحد كلها. حطيت الباترون بتاعي على الفوم كده زي ما انتوا شفتوا، بنعلم من ظهر الفوم. وبدأت اجيب معايا اي عود خشب واحدد بيه. انا هنا بوريكم الناس اللي حابة تعمل فكرة مشروع، بوريكم ورقة الفوم هتعمل لي كام فانوس. انا بعمل معاكم فكرة فانوس ميدالية مضيء وشكله تحفة، ان شاء الله يعجبكم. دي كده طبعا اول فكرة معانا. علمت كده كل الورقة، انا بس بحدد نقط عشان اوريكم هيطلع معايا كام فانوس. ادي 1 2 3 4 5 6 7، ده جزء بس من الورقة طلع لي 7 فوانيس. باقي الجزء اللي طلع من الورقة هنحتاجه برضو في كمالة الفانوس. جبت معايا الورق الشفاف او البلاستيك الشفاف، وهبتدي اغلف بيه قطعة الفوم اللي احنا قصيناها او باترون اللي احنا قصيناه. بوزع كده اللزق بتاعي على الاطراف مش كتير، وفي نفس الوقت يكون سخونيته حلوة عشان يلزق معاكوا كويس، ومش بحطه كله مرة واحدة. بوزع كده جزء معين وببتدي ان انا الزق اول جزء واضغط عليه بايدي. ده خطوة مهمة جدا، يعني الحاجات البسيطة دي. طبعا احنا عارفين ان الجو برد، وممكن بعد ما نعمل الفكرة نيجي نضغط عليه كده نلاقيه مش مظبوط معانا، فبنعمل الحركة دي عشان نتأكد انه لزق كويس جدا. وبوزع اللزق بتاعي جزء جزء، او بلزق بمعنى اصح جزء جزء. كده خلصت الجزء الاولاني. جبت معايا غطا ازازة، ده غطا لازازة المية اللي هو بيبقى الازاز اللي بيبقى غطاها كبير. علمت كده الكرتون بتاعي، وهبتدي اقص الدواير. الجزء بقى اللي باقي معايا من ورقة الفوم هعلم فيه الدواير دي اللي انا محتاجاها لباقي الفانوس. حلو كده. هبتدي دلوقتي اخد الكرتون ده واعلم الدايرة او اغلف الدايرة بتاعتي من الناحيتين، تمام بالشكل اللي احنا هنشوفه دوت. الفكرة بسيطة سهلة زي ما قلتلكوا، ومختلفة ورائعة ان شاء الله تعجبكم. بعد ما خلصت كده هوت، هجيب معايا يا اما استخدم اللي هو شريط الترتر ده، يا اما استخدم شريط الاستراس، اي حاجة انتوا عايزينها. مش عايزة احط فيه اي استرسات خالص، يبقى افضل حاجة ان انا هقص شريط رفيع من الفوم اغطي بيه الكرتون اللي باين معايا. ده لو احنا مش عايزين نستخدم اي استرسات. عملت دايرتين بنفس الحجم. عندي دايرة مغلفاها من ناحية واحدة بس بحجم اقل، عملتها بغطا الازازة الصغير، يبقى انا مستخدمة غطا ازازة صغير وغطا ازازة كبير. جبت هنا 4 دواير عملتهم بغطا اللي هو الصباع اللاصق ده، بس عملت لونين عكس بعض، يعني خدت اللون الاساسي وعملت معاه لونين او لون تاني. هحتاج 4 دواير، هقص الدواير دي كل دايرة هقصها نصين. تمام. هعمل معاكم فكرة وردة اللي هي البسيطة اللي بتدينا منظر حلو للفانوس، لان بما ان الفانوس مفهوش اي حاجة، فدي بتديني شكل قبة الفانوس كده وفي نفس الوقت شكل حلو، فحبيت ان انا اعملها معاكم. بقفل كده النص الدايرة من الطرف، بحط مسحة صغيرة جدا من اللزق واضغط عليها بايدي من مكان ما حطيت اللزق كده. وبعد كده طبعا بحاول ان انا افرعها، يعني خليها تبقى النص دايرة دي مفتوحة معايا من الاتجاه التاني عشان تديني الوردة شكلها حلو. هبدأ بعد كده هبتدي ان انا الزق الاجزاء دي جنب بعضها بالشكل ده برضو. ما بتاخدش معاكم لزق كتير، يا دوب بس امسح المسدس كده مش اكتر. وهلزق كل الاجزاء جنب بعضها، طبعا هم 4 ادوني 8 اجزاء، فهلزقهم كلهم جنب بعض. اداني المنظر ده. اجي بقى نبتدي نقفل الفانوس. هبتدي دلوقتي اجيب شريط رفيع من الفوم عشان ده هيساعدني ان انا اقفل الاسطوانة بتاعة الفانوس بشكل نظيف.
هلزقها بالطريقة دي، يعني هنقول دي في عرض يعني في مقدار نص سنتي، وببتدي ان انا الزقها كده من الطرف وبسيب منها النص بتاعها التاني. تمام. هحط بقى عليها اللزق اللي باقي عشان اقدر اقفل الاسطوانة بتاعتي. تمام كده بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. هضم ده على ده، وفي الخطوة دي انا بضم الاسطوانة، وبعد ما بضمها ببتدي مسكاها بايدي واضغط كويس لحد ما تلزق، ما سيبهاش، لو سبتها ممكن تلاقوا اللزق مش ملزوق كويس برضو. هاجي بقى في النص كده، عايزين بقى نغطي الاجزاء دي، هحط في الاجزاء ديت شريط برضو الاسترس اللي انا لفيته على دواير الكرتون. هحط في الطرف ده وهحط في الطرف التاني. انا عاملاه بحجم صغير عشان زي ما قلت لكم هو ميداليه، ولو احنا حابين نكبره شويه ممكن، بس انا بصراحه انا عملت واحد كبير شويه عن كده ما حبيتوش. كل ما بيكون الفانوس الميداليه صغير بيكون احلى بكتير لان هو ميداليه. هبتدي بقى لزقت من الجنبين الاستراس، هاخد بقى معايا الفانوس هبتدي الزقه على القاعده الكبيره زي ما انتوا شفتوا كده، وابتدي اضغط عليه كده، يعني بمسكه اضغط او اثبت كويس اللزق. ابسط حاجه بقى، مش هنسيب شكله كده فاضي من جوه، حطينا كور الفوم، حطينا شويه من الخيط اللي هو بتاع البوكسات الهدايا. عندي هنا الكوره اللي هي المضيئه او وحده الاضاءه بتاعتي، هحطها جوه الفانوس وابتدي ان انا اقفل الجزء بتاعي. انا هنا ممكن اعمله بالوحده او ممكن لا، زي ما انا عايزه، بس بصراحه مديه منظر للفانوس حلو جدا زي ما ان شاء الله هنشوفه في الاخر. شفتوا هي بساطة مفيش بعد كده. الورقة الواحدة عملت لي 7 فوانيس، يعني أنا ما شاء الله يعني مشروع مربح مفيش كلام، وفي نفس الوقت بسيط مفهوش مجهود مفهوش تعب مفهوش تكلفة، ومكسبه مضمون بإذن الله. أهم حاجة طول ما احنا عاملين شغلنا نضيف صدقوني هيبيع نفسه بنفسه، مش محتاج أي حاجة. الناس اللي بتقولي طب أوزع ازاي ولا أسوق حاجتي ازاي، أفضل يعني أبسط الأمور إن أنا قلتلكوا قبل كده في فيديوهات كتير إن احنا بنعمل شغلنا ويكون بطريقة نظيفة وبنغلفه وبناخده نعمل منه طبعا عينة بكذا لون، وبنروح للمحلات اللي بتبيع فوانيس والحاجات اللي زي كده والمكاتب وبنعرض عليهم الحاجات دي. طبعا في ناس بتطلب منك حسب ما هي عايزة. دي الطريقة الوحيدة اللي احنا نقدر نسوق بيها وأفضل طريقة بصراحة. طبعا لو عندك صفحات أونلاين دي برضو بتبقى كويسة. نرجع كده للفانوس بتاعنا. انا جبت قطعة سلك وتنيت طرفها لو لاحظتوا، ودخلتها جوه الوردة كده وثبتها بشوية من الشمع، وحطيت معايا خرزة لولي فيه عشان تديني او تعليلي قبة الفانوس شوية. وركبنا الميدالية، وقلت لكم انا كنت جايبة الميداليات دي منين في فيديو سابق اللي جايبة فيه مشتريات لو حابين تشوفوه. وبصوا ما شاء الله الفانوس مبهج، مفيش يعني ما شاء الله تحفة جدا. ممكن نعمله بينور او ممكن لا، زي ما انتوا عايزين. انا عامله واحد كمان بس مش بينور بقى، مش حاطه ده فيه وحده اضاءه عشان برضو اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. اعملوه عايزه اقول لكم تحفه ورائع زي ما انتوا شفتوا، وكمان زي ما قلت لكم مشروع مربح جدا جدا. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم او الفكره دي تكون عجبتكم، وان شاء الله لو حسيتوا ان هو فيديو النهارده يستاهل يا ريت نشير الفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس. ما تنسوش اختكم باللايك وبتعليقاتكم اللي بتدعمنا. تعالوا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على خير خلق الله ونبدأ مع بعض الفكرة التانية. الفكرة التانية انا هستخدم فيها الاسطوانات او الرول الكرتون بتاع اللي هو الورق الفويل والحاجات دي، وان شاء الله ده موجود في كل بيت. هبدأ دلوقتي اخد منه مسافة حوالي كده 3 سنتي، وهعلمها بالمسطرة وهبتدي ان انا اقصها. هقطعها بايه؟ لو عندك سكينة منشار او عندك صفيحة منشار تقدري تعملي بيها. تمام كده. القطر بيبقى صعب شوية عشان ممكن نتعور منه، انا حبيت اقول لكم بس على المعلومة دي. هجيب معايا فوم وهقص الفوم بتاعي على قد الدواير من الاول، يعني بقيس الفوم على قد الدايرة من جوه ومن بره قبل ما الزق قبل ما اعمل اي حاجة، عشان لما الزق يطلع معايا مظبوط مرة واحدة. وبعد كده بعد ما غلفنا من الداخل هبتدي ان انا اغلف من بره. وبالنسبة للفوم اقدر استخدم اللي انا عايزاه سواء جليتر او سادة زي ما انتوا تحبوا. ولزقت كده الطوق بتاعي بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. بعد كده هحتاج ايه؟ برضو الفانوس ده يعتبر ما فيهوش برضو حاجة خالص،
بس رائع رائع بمعنى بجد. يعني انا بحب الفوانيس اللي هي واخده شكل دائري، ده بيبقى جميل جدا بصراحه. بعد ما غلفنا الدايره بتاعتنا او الطوق بتاعنا، حطيناه على الفوم، وهبدا ان انا اخد مقاس الدايره من جوه ومن بره. اداني المنظر اللي انتوا شفتوه دوت. هبتدي ان انا اقصه، وبعد كده هبتدي ان انا افرغ الدايره اللي من جوه بمقص صغير عشان اقدر اتحكم فيها. تمام كده. الفانوس ما شاء الله فكرته تحفة مميزة وجديد، ان شاء الله ينال اعجابكم. خلصت كده. طبعا الدايرة اللي طلعت معايا دي انا هحتاجها برضو. هجيب البلاستيك الشفاف وهبدأ ان انا الزق الطوق بتاعي عليه. لو وزعت الشمع كويس، وبعد كده هبتدي ان انا الزقه. انا هنا لما باجي احط اي شمع على اي حاجه بعملها، ببتدي ان انا افرده. يعني بعد ما بحط بحاول ان انا اوزعه كويس وافرده بسن المسدس عشان يديني نتيجه افضل. بعد كده هبتدي اقص الاطراف داير كده. يعني انا عايزه الدايره بس مش اكتر من كده، وهنقص الزيادات. تمام. بعد كده هبتدي اعمل ايه. هحتاج له برضو حاجات بسيطه جدا هنشوفها دلوقتي مع بعض. هجيب عندي ايه. عندي طبعا خرز، عندي جليتر اللي هو النجوم، عندي الخيوط برضو اللي هي بتاعة بوكسات الهدايا، الجليتر اللي هو الاشكال دوت. اي حاجة من الحاجات دي. انا حاطه خرز، حاطه كان عندي اللي هو الاشكال اللي هي زي قلوب كده، خرز لولي، اي حاجة. ده هيعمل صوت. يعني انا لو ما حطيتش فيه وحدة الاضاءة وجيت ارجه كده، هي يعني هيعمل صوت للاطفال او الاولاد جميل جدا. والمنظر الحاجات اللي فيه لوحده كفاية كده، يعني شكله حلو، يعني مش محتاج اي حاجة تاني. بس انا برضو بوريكم، وطبعا لينا حرية الاختيار حسب الحاجة المتوفرة عندنا. حطيت كل حاجتي اللي انا عايزة احطها فيه، وهبتدي ان انا الزقه من الناحية التانية برضو بالبلاستيك الشفاف. انا عملته من ناحيتين عشان يمشي معايا الشكل بتاعه. قررنا نفس خطوة اللي هي برضو قطعة الفوم اللي فرغناها اللي هو الطوق، عشان نغطي بيه الجزء اللي هو بيبقى باين من الحلقة او الطوق اللي احنا عملناه ده مع بعض. بيبقى طبعا الكرتون باين، فلازم اعمل الحلقة دي. ركبتها بالشكل ده، وهكرر الخطوة في الاتجاه التاني. هنا بقى انا هحط له شريط الاستراس في الاطراف كده. طبعا ممكن ممكن لأ، زي ما احنا عايزين. هبدأ دلوقتي كده ألف الداير ما يدور في الأطراف بتاعة الطوق بتاعي. تمام كده. عندي بقى هنا دواير من الكرتون. عندي هنا دايرة بمقاس 5 سنتي، ودايرة بمقاس 3.5 سنتي. بعلمهم بأي حاجة، بشوف عندي أي حاجة مدورة أقيسها بالمسطرة وأعلم بيها. هبدأ دلوقتي غلفتهم بالفوم من الاتجاهين، وبعد كده هبتدي ان انا الف عليهم شريط، سواء اي حاجة برضو زي ما قلت لكم، بس انا استخدمت اعواد الكلينر ولفتها حواليه. هلزق بقى الدايرتين فوق بعض عشان هي دي هتبقى قاعدة الفانوس. تمام. بعد كده هنبتدي طبعا عايزة واحدة بنفس الشكل بنفس الحجم بالظبط. هاخد بقى المكان اللي انا قفلت منه الفوم، هبتدي اوزع عليه لزق عشان اقفله او اداريه من ناحية الاجزاء اللي انا هركبها بتاعته، وبضغط عليه كويس جدا. وبكرر نفس الخطوة في الاتجاه التاني، يعني واحدة فوق وواحدة تحت. بصوا ما شاء الله بدأ يبان معايا، ونحاول ان احنا نوسطنها في النص الدايرة بالظبط. جبت عندي قطعة سلك، حلقة، ميدالية قديمة، اي حاجة، ألف عليها شريط رفيع من الفوم من نفس اللون، قصة رفيع جدا كده زي ما انتوا شفتوا. وهبتدي أغطي بيه قطعة السلك. عملته كده عشان يبقى ماشي كله مية واحدة وكله من نفس الخامة. وهبتدي ان انا اثبتها. واخر حاجة عندي عشان تبقى ثابتة معايا وما تفكش، هركب فوقيها قطعة كده صغيرة من الاستراست عشان تثبتها لي ما تطلعش في ايد اللي ماسك الفانوس. اداني ما شاء الله المنظر التحفة ده. ده الفانوس بتاعنا بعد ما خلصناه. بقول لكم افكار لذيذة ومسلية وتحفة وغير مكلفة. زي ما قلت لكم افكار مشاريع هدايا، يعني تنفع وتناسب حاجات كتير، كمان توزيعات رائعة. اتمنى بجد تكون الافكار عجبتكم،
وأتمنى ما تبخلوش على أختكم باللايك والشير والتعليق الجميل اللي طبعا زي ما قلت لكم بيدعمني جدا. تعليقاتكم بتفرق معايا قوي قوي على فكرة، وكلامكم حتى لو كلمة واحدة بتديني دافع ان انا اكمل معاكم ان شاء الله. فبجد اتمنى ان انتوا ما تبخلوش عليا بالتعليق. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. بحبكم في الله، شكرا ليكم والسلام عليكم.